إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إن هذا صباحك قد أهل، فاجعل يا ربنا صباحنا صباح الصالحين، ومساءنا مساء الشاكرين، وألسنتنا ألسنة الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين، وأبداننا أبدان الطائعين، وثبتنا واختم لنا بذلك. تمام 7 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو علينا بدءا من الآية 18 من سورة يونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من دون الله ما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. حبايبي الغاليين في كل مكان، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا في اتم صحة واحسن حال. فيديو جديد النهاردة ان شاء الله. الفيديو بتاعي النهاردة يعجبكم وينور رضاكم. بتمنى منك لو اول مرة بتزوري قناتي نوريني باشتراكك عن طريق كلمة اشتراك بالاحمر تحت الفيديو، وفعلي زر الجرس على الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك اشعار بيه. ولو عجبكم الفيديو فضلا منكم تدعموني بلايك تشجيعا منكم ليا. نبدأ يومنا ونقول بسم الله. اللهم ارزقنا البركة في كل ما ملكت ايدينا، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده بقى يوم السوق، مشتريات السوق، وربنا يا رب يعمر بيوتنا دايما بالخير وبالبركه، اللهم امين يا رب العالمين. بصي بقى، ركزي شويه كده معايا في الفيديو ده وفي الاسعار، وهقولك ازاي ممكن حاجات ما تجيش على بالك وممكن تكون بتيجي على بالك وبتعملي زيي. ممكن تكوني نفس مقدرتي ونفس ظروفي وبتمشي نفسك نفس ما انا ما بمشي نفسي، فتاخدي افكار من الاسعار بتاعتنا. وانتوا عارفين ان كل بلد وكل مكان له سعره وكده. المهم الاسعار دي عندنا هنا في المنصوره الحمد لله والشكر لله الاسعار نوعا ما كويسه. انا جبت البطاطس دي، عايزه اقول لكم ان هي حلوه قوي قوي، اللهم بارك، ب5 جنيه الكيلو. بس هي مش حجم واحد، يعني زي ما انت شايفه كده، فيها صغنن قوي، فيها وسط، وفيها كبير زي ما انت شايفه كده. فاللهم بارك. طبعا كل يوم لما بتيجي تعملي اكله او بتيجي تعملي طبخه بتبقي ساعات محتاجه بطاطسيه صغيره، بتبقي ساعات محتاجه بطاطسيه كبيره. فهي دي بتمشي معاكي بقى في كل الاحوال، مفيش فيها حاجه خالص خالص. يعني عايزه اقولك ان الكيلو وربع ب10 جنيه، اللي هي المقاس واحد اللي كلها كبيره، لكن دي ب5 جنيه. فطبعا لما توفري 3 جنيه في الكيلو، يعني مثلا لو هتجيبي لك 2-3 كيلو هتوفري لك مثلا فيهم 6 أو 9 جنيه على حسب استهلاكك، هينفعوك ان انت تشتري بيهم حاجه تانية. فمفيش مشكله خالص لما تجيبي البطاطس اللي زي دي، حلوه جدا. اهم حاجه ما تكونش فيها حاجه بايظه، ما تنفعش، او مثلا هتهدري منها كتير عبال ما تنضفيها، دي اهم حاجه. لكن هي زي الفل زي ما انتوا شايفينها كده، بس احجام مختلفه. جبت كمان الخيار حلو قوي برضو، الكيلو وربع ب15 جنيه. هو بقاله فتره كبيره قوي ماسك عندنا على 15 كيلو وربع ب15، ما بيرخصش عن كده، لكن حلو جدا ما شاء الله. جبت كيلو وربع ب15 زي ما انتوا شايفين معايا كده. جبت كمان ربع كيلو عدس، عشان ايه خلال الاسبوع ان شاء الله ناويه ان انا اعمل كده مسقعه كده او بتنجان بدقه، واعمل جنبه كده شويه كشري اصفر وبطاطس وبيض مدحرج كده، بتبقى اكله زي السكر وبتبقى طعمها حلو قوي قوي، من الاكلات الموفره برضو الجميله جدا. اللهم صل على النبي. جبت كمان ايه، جبت مكرونه اسباجيتي عشان برضو ان شاء الله بامر الله. بصوا انا يعني ايه، يوم الخميس ده هو بيبقى يعتبر بدايه الاسبوع عندي، علشان خاطر ان هو ايه بيبقى يوم السوق. فبرتب الاسبوع بقى بعد ما بروح السوق وباجي. فان شاء الله ناويه الاسبوع ده ان انا اعمل بانيه. فبحب دايما ان انا لما اجي اعمل بانيه اعمل جنبه مكرونه اسباجيتي. فجبت كيلو الا ربع. الكيلو الا ربع عامل اللهم صل على النبي، الكيلو الا ربع ب22 جنيه. بكام؟ هو الكيلو ب22 جنيه، مش عارفة بقى احسبه الكيلو الا ربع بكام. المهم جبت كيلو الا ربع زي ما قلت لكم مكرونه، وجبت ربطه الخضره اللي انتوا شفتوها معايا دي ب5 جنيه. انا جبتها من اول السوق على اساس ان انا ايه مش عارفه هعمل محشي او لا، فلو ما عملتش هغسلها واخرطها واشيلها في الفريزر، لان طبعا الفتره الجايه الخضره اسعارها هترفع في الحر، انتوا عارفين ان هي بتبقى قليله واسعارها بترفع قوي، فيبقى موجود عندنا. انا عندي برضو يعني كل اسبوع بجيب الحمد لله، وبعمل كيس وبشيله في الفريزر. لكن انا لما جبت دي ممكن اعمل محشي، لو ما عملتش زي ما قلت لكم هغسلها واخرطها واشيلها عندي في الفريزر.
جبت الخوخ برضو من الحاجات برضو اللي بتوفر معاكي. عايزه اقولك ان الخوخ اللي هو الحجم الكبير كان ب40 جنيه. ما شاء الله، ده حجمه كده مش صغير قوي برضو، وحلو جدا، وب20 جنيه ما شاء الله. يعني بص فرق النص بالنص. فانا جبت من ده، قلت برضو عشان خاطر ان انا اعرف، بدل مثلا ما اروح اجيب كيلو ب40 جنيه، لا انا اجيب كيلو ونص. الكيلو ونص عاملين 30 جنيه ما شاء الله. يبقى انا جبت كيلو ونص ب30 جنيه، وفرت منها اهو 10 جنيه في الكيلو. وكمان اللهم صل على النبي، يعني بصوا جبت الكيلو ونص ب30. لو كنت جبت كيلو بس من الكبير كنت هجيبه ب40. فطبعا اللي معاه عيال عارفه بقى ان الكيلو مش هيعمل حاجه، فاهمني. فالكيلو ونص ما شاء الله حلوين، العيال هتاكل وهتشبع، وفي نفس الوقت هو زيه زي الكبير، هو ناقص ده من ده. بيبيع الكبير ب40 والصغير ب20. ما شاء الله حلو جدا. هو كان بيقول لي ب25، قلت له ب20، قال لي ماشي. فجبت كيلو ونص زي ما وريتكم كده. الموز بقى اللي اسعاره غالي قوي، الموز عامل 35 و30 جنيه. فجبت كده زي ما انتم شايفين، جبت معايا كيلو ونص ما شاء الله حلو جدا برضو. الكنافة بتكون موجودة عندي دايما في الفريزر، سواء في رمضان او غير رمضان، انا بحبها تبقى موجودة عندي. جبت نص كيلو، بيبقى البياعين اللي بيبقوا موجودين في السوق بيبيعوها ب30، في الافران بيبيعوها ب40 جنيه. فهاتي دايما كده من السوق برضو عشان توفري معاكي، يعني ما شاء الله في الكيلو بتوفري 10 جنيه. جبت كيلو، الكيلو عامل زي ما قلت لكم 30 جنيه. جبت كمان ربع كيلو ليمون. كان عندي ليمون بصراحة، بس خفت ما يكملش بقية الاسبوع معايا، فقلت هجيب ربع الاسبوع ده، والاسبوع الجاي ان شاء الله لو حيانا رب العالمين مش هبقى اجيب بقى ربع كيلو ب15 جنيه. البتنجان كمان، شايفين البتنجانية تحس ان هي ايه دبلانة، لكن والله العظيم زي الفل، مفيش فيها اي حاجة خالص. هي بس تحسي ايه ان القشرة بتاعتها بدأ ان هي تدبل كده. الكيلو ب10 جنيه، انما الطازة بقى اللي بيلمع قوي الكيلو ب15 جنيه. فبرضو ده توفير حلو قوي، يعني ده يقعد معاكي اسبوع و10 ايام في التلاجة، مش هيجراله اي حاجة خالص. فالحاجات دي بتوفر معاكي قوي. خلي بالك مش لازم تروحي تجيبي الحاجة اللي هي نمبر 1 قوي، يعني الحاجة النظيفة قوي قوي، لا كده مش هتعرفي توفري. فيعني برضو ما تجيبيش الحاجه اللي هي تكون بايظه قوي لدرجه ان انت ما تعرفيش ان انت تستخدميها. فاهمين قصدي؟ فابو 10 جنيه ده جميل جدا، ما بيفرقش حاجه خالص عن ابو 15 جنيه. جبت كمان اللهم صل على النبي الطماطم. الطماطم سعرها بدأ ان هو يرفع شويه. جبتها الكيلو ونص ب10. كنت بقالي فتره يعني كل اسبوع كنت بجيبها ب5 جنيه. المرة دي جبتها الكيلو ونص ب10 جنيه. جبت 3 كيلو ب20، هيكفوني برضو طول الاسبوع الحمد لله والشكر لله. واللي موجود عندي في الفريزر موجود زي ما هو. لو ما عندكيش الحقي نفسك، اصل ممكن كده على دخلة العيد الكبير تلاقي سعرها رفع. من الحاجات اللي سعرها بقى حلوة قوي قوي، اللهم بارك، الفلفل جايباه كيلو ونص ب10 جنيه. الله يبارك له، الراجل ده كان الوحيد في السوق كله اللي بيبيعه كيلو ونص ب10 جنيه. في السوق كله كان كيلو وربع ب10. ما شاء الله سعرها حلو قوي. بس يعني ايه اللي مزعلني، بس ان هي مفيش فيها كده قرنين حمر كده عشان نعمل دقة تبقى طعمها حلو. لا هي كلها خضرة كده زي ما انتم شايفين. بس قلت مش مشكلة، اخد منها بقى شوية كده اعملهم مخلل، واعمل الباقي بقى اللي هي الدقة بتاعت السمك والبتنجان وكده، تكون موجودة عندي في التلاجة ان شاء الله. اعملها معاكم الفيديو اللي جاي. حلوة جدا، ماهيش دبلانة، مفيش فيها اي حاجة خالص، ناشفة وزي الفل وصبحة. وشايفين الحمد لله والشكر لله، جميلة جدا جدا، ربنا يديمها نعمة يا رب. الكيلو ونص ب10 جنيه، جبت كيلو ونص. بس قبل ما انزل السوق بحب ان انا اعمل جرد للتلاجة وللتربو، واشوف اللي ناقصني بس بجيبه. يعني ما بحبش ان انا اكتر عن احتياجاتي، ده بس كده كان اللي ناقصني النهارده. وجبته. وزي ما قلت لكم احنا بنحاول نمشي نفسنا، وكل واحدة فينا بتمشي نفسها على قد امكانياتها. مش عيب خالص ان انت تروحي تجيبي الحاجة الدرجة التانية، بس اهم حاجة ان هي ما تكونش فيها حاجة بايظة، تكون فيها حاجة حمضانة، تكون فيها حاجة مش كويسة. اهم حاجة ان هي تكون مقفولة وسليمة، مفيش فيها حاجة خالص لما تجيبيها، ومش عيب ابدا يعني. فربنا يرزقنا البركة من عنده، اللهم امين يا رب العالمين. حطيتيلي لايك ولا لسه؟ فضلا منك حطيلي لايك للفيديو لو وصلتي معايا لحد هنا. تعالوا بقى مع بعض نعمل شوية طعمية كده، انما ايه لوز كده قمر قمر قمر. عايزه اقول لكم ان بنروح نجيب ب10 جنيه طعميه، بتهيالي 7 طعميات او 8 طعميات، والله العظيم يعني حاجه صعبه. فانا كان عندي نص كيلو فول مدشوش، اللي هو الفول بتاع الطعميه ده، كنت واخده منه شويه، يعني قولي دول مثلا ممكن يبقوا ربع كيلو او اكتر من ربع كيلو شويه. عملت عليهم ايه، قشرت عليهم حوالي 5 فصوص توم كبار، وبصلايه كده وسط، وعودين خضره، وقلبت كل ده بقى في بعضه كده، وابدا ان انا اخده في الخلاط واسقيه كده بق ميه صغنن، وابدا ان انا اضرب كده في الخلاط معايا. حسيت ان هو يعني احاول كده معاه، حسيت ان هو مش هيمشي، اروح مدياله بق ميه كمان زي ما انتوا شفتوا كده. ما تحاوليش ان انت تعوميها ميه علشان خاطر تبقى معاكي حلوه.
تمام. وهبدا بقى ان انا اضربها كده، معلش طولي بالك شويه، هي بتاخد وقت شويه عبال ما تمشي معاكي في الخلاط، لكن ما شاء الله يعني بتبقى حلوه جدا وبتبقى جميله قوي، وكمان بتبقى صحيه كمان عن اللي بره. يعني انتوا عارفين ان هما بره بيقلوا في الزيت لما بيتحرق وبيسود ومبيبقاش حلو خالص، فانتي لما تعمليها في البيت بتكون افضل مليون مره كمان. بس اللهم صل على النبي كده زي ما انتم شايفين، يعني خلاص هي خدت حوالي ربع كوبايه ميه مش اكتر يعني، ومشيت معايا زي ما انتم شايفينها، بقيت اقلبها كده ومشيت معايا اللهم بارك حلوه جدا. طيب لو ما مشيتش معاكي وحطيتي ميه بزياده، تبتدي بقى ان انت تحطيها كده في المنخل بتاع الدقيق، بس عشان خاطر لو فيها اي ميه زياده تصفيها وكده. ضربتها بقى زي ما انتم شايفينها، بقت ناعمه كده وجميله حلوه قوي قوي. الفول كنت نقعاه من قبلها بالليل، يعني كان بايت طول الليل منقوع عشان خاطر يطرى معاكي ويتفرم معاكي على طول. اوعي تحطي كميه كبيره في الخلاط عشان الخلاط ما يبص معاكي. يعني شوفوا ده بقول لكم ربع كيلو عملته على مرتين اتنين، وكنت حاسه ان انا مكتره كمان. فما تكتريش قوي على الخلاط علشان خاطر ايه الخلاط يعني برضو لا قدر الله ما يجرالوش حاجه، مش عشان نوفر نروح نبوظ حاجه تانية. بس الطعمية من الحاجات الحلوة قوي الموفرة قوي 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 يعني بجد. يعني بصوا عملت معايا كمية لو انا بشتريها من بره ولا 50 60 جنيه، فما شاء الله يعني الكيلو الفول عامل 40 جنيه، لو جبتلك نص كيلو ب20 جنيه يعملوا معاكي كمية حلوة جدا جدا. بس ما شاء الله زي ما انتوا شايفينها كده، ما بحطش بقى عليها اي توابل خالص، يعني ما بحطش توابل خالص في المرحله دي. هبدا بقى ان انا كده اعبي على قد الاكله بتاعتي في اكياس. يعني شوفي بقى انت حابه تحطي كميه قد ايه على قد الوجبه، وحطيها بقى في اكياس واشيلها في الفريزر. واول بقى ما اجي اطلعها كده من الفريزر هبدا ان انا اضيف لها البهارات. ما بحبش ان انا اضيف لها البهارات علشان خاطر ايه ما تغيرش طعمها. وكمان عايزه اقولك بلاش تحطي عليها خضره كتير، لان الخضره كتير هي اللي بتسمرها، بتخليها معاكي سمر قوي. يعني كل ما بتحطي عليها خضره ويكون لونها اخضر قوي، لما تيجي تحمريها بتلاقيها سمره كده معاكي. فهو بس عود بسيط كده يديها بس ريحه مش اكتر. هنا عملت كيسين زي ما قلت لكم ان ده كان ربع كيلو، ما كانش كميه كبيره يعني. عملت كيسين وسبت كمان قيمه كيس كده، قلت اعمله ان احنا نفطر بيه كده. ما شاء الله حلوة قوي وريحتها حلوة قوي وملمسها جميل قوي، اللهم بارك، حاجة كده زي العسل. الحمد لله والشكر لله. هنا بقى البطاطس اللي انا كنت جايباها معاكم السوق اللي فات وقلت لكم هوريكم طريقتي في تفريزها. عايزه اقول لكم ان الطريقه دي حلوه جدا جدا، هتحبيها قوي عن البطاطس الفريش. بيبقى طعمها في منتهى الجمال، وبتبقى ذهبي كده وجميله وناشفه وطعمها حلو قوي. جربوها مش هتندموا. انا قشرت البطاطس وقطعتها بالسمك اللي شفتوه معايا ده، يعني ما تكونش تخينه قوي وما تكونش رقيقه قوي. ومسكتها غسلتها وغليت معايا ميه كده، وهبدا ان انا ايه اضيف الميه عليها واحط عليها كمان اللهم صل على النبي شويه خل. مش كتير، يعني مثلا قولي ايه نص فنجان من بتاع القهوه كده. وهبدا برضو ان انا اضيف عليها شويه ملح كده زي ما انتم شايفين، واقلبها بقى كويس قوي في الخل وفي الملح كده، واسيبها شويه في الميه السخنه المغليه دي. الطريقة دي جميلة جميلة جدا. في ناس بتعملها لحد كده وتسيبها شوية منقوعة في قلب المية السخنة، وبعد كده بتشيلها تحطها في اكياس وتحطيها في الفريزر. انا بصراحة ما جربتش الطريقة دي عشان ما اكذبش عليكم، معرفش هي بتبقى حلوة كده ولا لا. انا بعد ما المية بتبرد ببدأ ان انا اديلها تحميرة كده بسيطة، بس يعني بنزلها في زيت سخن كده دقيقتين اتنين وبروح مطلعاها. تعالوا بقى نحمر شوية طعمية كده من القمر اللي احنا عاملينها مع بعض دي عشان نفطر بيها. انا حبيت ان انا اضيف عليها بيضه. لو مش متوفر عندك او مش حابه تضيفي البيضه مفيش مشكله خالص، مش ضروري يعني. حطيت بقى شويه ملح وشويه كده من السبع بهارات وشويه كزبره وشويه كمون، وبدات كده ان انا اقلبها قوي بالمضرب. انا بعمل معاكي الخطوه دي ليه؟ علشان خاطر لما تيجي تطلعيها من الفريزر تعملي كده. يعني لما تيجي تطلعيها من الفريزر بقى وتسيبيها تفك، اول ما تيجي تعمليها بقى قبل ما تحمريها اضربيها بالمضرب كويس قوي، عشان خاطر ان هي ايه تعمل زي فوليوم كده، يدخل لها هوا كده وتبقى هشه. طبعا زيت سخن بقى، وبدات ان انا ايه احمرها. الطعميه والبانيه والكنتاكي والحاجات دي بتعوز زيت غزير، فلما تيجي تحمريها حمريها في طاسه صغيره عشان خاطر ما تاخدش معاكي كميه زيت كبيره. بدات بقى ان انا بالمعلقه كده رشيت على الوش شويه سمسم، وبدأت بقى بالمعلقة كده وبدأت اعملها كده بصوا زي الكفتة كده.
اللهم بارك، حلوة قوي وريحتها روعة، ريحتها جميلة جميلة جميلة، ما شاء الله. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم قوي، سهلة جدا، ما بتاخدش معاكي وقت خالص، وكمان من الحاجات الموفرة معاكي قوي فطار وعشاء. وكمان لو هتقضي في مثلا يوم كده اكل شعبي، هتعملي غدا شعبي، هتكون موجودة برضو عندك، هتوفر عليكي كتير قوي. وانا الحمد لله والشكر لله كان عندي اصلا كمان فول مدمساه في الفريزر، ده مش بيتمنع من عندي ابدا، يعني قبل ما بيخلص بكون جايبه وعامله غيره. فالحاجات دي حلوه قوي. شايفين لونها بقى؟ عايزه اقولك ان اللون ده بقى السر بتاعه، اللي هو ايه، لا بتحطي دقيق ولا بتحطي عيش ولا بتحطي اي حاجه، هو بس ان انتي ما تكتريش الخضره عليها. لان انا يعني ده من تجربتي كذا مره، يعني انا لما كنت الاول بحط لها خضره كتير واقول عشان تدي لها نفس وطعم، لكن كانت هي اللي بتسمرها بصراحه. فانا ما بقتش بحط لها خضره كتير، هو عود صغير بس كده، كزبره على شبت وخلاص. شايفين بقى؟ اللهم بارك. وكمان من البطاطس اللي انا عملتها معاكم كمان حمرت حبه كده، واحلى فطار ده بقى ولا ايه؟ ما شاء الله تبارك الله، زي العسل. فطار حلو جدا ومن البيت، وحاجه من بيتك انت اللي عاملاها. شايفه الطعميه هشه ومن جوه خضره وجميله قوي قوي قوي، ما شاء الله. يعني ساعات بنشتري طعمية من بره بتلاقيه قلبها اسود من جوه، دي ما شاء الله حلوة جدا. قطعت بقى طماطم وخيار، وكان فطارنا في اليوم ده، ربنا يديمها علينا نعمة يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. عايزه اقول لكم بقى، انا كنت مصوره المقطع اللي انا كنت بحمر فيه البطاطس، قلبت التليفون فوقاني تحتاني، مش عارفه راح فين، تقريبا اتحذف مني وانا مش واخده بالي. انتي بتسخني بس الزيت وبتنزلي كده تديها تحميره، يعني دقيقتين بس. عارفه لما تيجي تحطي البطاطس في الزيت بعدها بشويه بتلاقيها ابيضت كده، تروحي جايه مطلعاها على طول. ما شاء الله حلوه جدا، عمرها ما بتسود في الفريزر ابدا. الطريقه دي حلوه قوي، وكمان ما بتجمدش، لان الزيت اللي انت بتكوني قليها فيه ده بيعمل ماده عازله كده، ما بيخليهاش تلزق في بعضها ولا تجمد ولا حاجه. بطلعها بقى من الفريزر على الزيت على طول، بتتحمر بقى معاكي على طول، لان انت يعتبر محمراها نص تحميره. فاما بتطلعيها من الفريزر تحطها في الزيت على طول، بتتحمر معاكي على طول، ما بتاخدش وقت، والله ما بارك بيبقى طعمها زي العسل، بتبقى حلوه جدا وخير في البيت. واملي بيتك خير كده وما تكسليش. والبطاطس اليومين دول سعرها حلو جدا، هاتي واعملي، وما شاء الله بتفضل معاكي بالشهور في الفريزر، مش بيجرالها اي حاجه. فكرتها حلوة جدا، وبتبقى كمان طعمها جميل قوي وفي منتهى الجمال. بتمنى كده الفيديو بتاعي النهاردة يكون عجبكم، وتكوني طلعتي كده من الفيديو مستفيدة بأفكار حلوة. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع ألف سلامة.